الفيديو ده لكل واحد مستني يومه يبقى مثالي، وانا واحد منكم. من اخر فيديو نزلته اللي بقاله حوالي 6 ايام او 7 ايام، وانا كنت مخطط معاكم اني ابدا رحله تغير لمده 30 يوم، وكالعاده ما بداتش. وده بسبب اني مستني يومي يبقى مثالي، مستني اليوم اللي في دماغي هو اللي يتنفذ، ان اصحى الفجر وابدا يومي من الفجر، وبعد كده اكمل يومي كما خطط له في دماغي. انا مخطط في دماغي بس، وده يعني ما حصلش لمدة أسبوع. وقت مستني أصحى الفجر ما بصحاش الفجر، نادرا لما بصحى الفجر، ودي حاجة فعلا أنا مقصر فيها. إن مقصر في صلاة الفجر جدا، وده اللي كنت عايز أظبطه خلال 30 يوم، أو خلال رحلة التغير اللي هي لمدة 30 يوم. وكنت قلت مثلا هبدأ بقى رحلة تغير أول ما أبدأ يومي يصحى من الفجر ومش عارف إيه، وهذا ده مش هيحصل. ده مش هيحصل إنك تستنى اليوم المثالي، مش هيجي. حتى لو جه مش هيكمل معاك، لان احداث اليوم بتتغير. في ممكن مشكله تحصل لك في اليوم تشقلب لك اليوم، ممكن نومك يتشقلب بسبب ما، اي سبب ما يعني. فعشان كده قررت اني مش هستنى اليوم المثالي، قررت اني هبدا سواء صحيت الفجر ما صحيتش. اهم حاجه ان ابدا رحله التغير ديت. ممكن اكون مقصر في حاجه معينه في الحاجه اللي انا مخطط لها، بس في نفس الوقت هنجز حاجه تانية. فعشان كده قلت اطلع اصور وابدا يومي ايا كان. بدات مثلا صحيت الفجر، صحيت الظهر، صحيت اي وقت، ابدا يومي في الوقت ده، او ابدا تصوير في الوقت ده. عم ابدا اظبط نومي يعني، وابدا اظبط اليوم اللي انا مخطط له. فعشان كده ما تستناش اليوم المثالي، وابدا باي حاجه بسيطه. انا حرفيا النهارده ناوي اخطط لبكره ان شاء الله، ولو عرفت انجز اي حاجه النهارده هنجز. فعشان كده قررت اخدكم معايا في ازاي اخطط لرحله التغير، وايه الحاجات اللي انا عايز اعملها في ال 30 يوم الجايين ان شاء الله. بس كده، تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه ان شاء الله، او ناويين نعمل ايه لمده 30 يوم الجايين. بسم الله. طبعا انا في موضوع رحله التغير ديت، انا بدات في الموضوع ده كتير قوي يعني. كعامل هنا اصلا من زمان ايام ثانويه عامه، رحله تغير لمده 90 يوم يعني. الكلام ده بقاله مثلا 3 سنين اهوت، وما كملتش ولا انتظمت. انا ممكن بس انتظمت 3 4 ايام وما كملتش، عشان اقول لكم بس محدش ييأس، وافضل حاول. وان شاء الله هنوصل يعني في يوم ما ان شاء الله. فالنهارده ان شاء الله هنبدأ رحلة تغير لمدة 30 يوم. ويعني ان شاء الله اللي عايز يبدأ معانا يا ريت يبدأ، يعني كل واحد يكتب اهدافه اللي هو عايز يعمله، اللي هو عايز يوصل له. فانا في رحلة تغير لمدة 30 يوم دول، يعني 30 يوم دول انا عايز اعمل فيهم حاجتين: حاجة دينية، وحاجة دنيوية، يعني حاجة في حياتنا يعني، أو في مجال حياتنا يعني. الحاجة الدينية اللي أنا عايز أنتظم في الفجر، يعني ربنا يثبتنا يا رب. أنا في ال4 صلوات الحمد لله يعني، ربنا يثبتنا منتظم فيه. الفجر أنا فاهم، مرة مرتين لأ، 3 لأ يعني. فده الحاجة اللي عايز أنتظم فيها الفترة ديت كدين يعني. وبرضه ورد القرآن، وإيه، والأذكار. دي أذكار الصباح والمساء، والأذكار بعد الصلاة والكلام ده، والحاجات ديت يعني. فدول الحاجات الدينية اللي أنا عايز إيه أعمله من في خلال 30 يوم. أنا مش عايز أكتر يعني أكتر من كده. برضه في نفس برضه الكلام في الحياة يعني، في الحاجات اللي عايز أعملها في الحياة. برضه عايز آخد كورس تبع شغلي، كورس اللي هو أوتوكاد. لو حد يعني له في المساحة وكده يقول لنا يعني اوتوكاد. وعايز برضو اتعلم حاجه اونلاين. وكان برضو حد في الكومنتات قال لي اتعلم حاجه اونلاين واشارككم كل التفاصيل، يعني النجاحات اللي انا عملتها، عصلكت في ايه او وقفت في ايه، كده يعني، وحققت ربح منها ولا لا. فبرضو الفتره الجايه برضو هنحاول نتعلم مهاره، واشارك معاكم كل حاجه يعني. فهنتعلم كورس الاوتوكاد، وهنتعلم مهاره اونلاين. والكورس الإنجليزي مش هاخده دلوقتي مع إنه هو مهم، بس لو في وقت خلال 30 يوم ولقيت نفسي اليوم فاضي مفهوش حاجات كتيرة، هناخد إن شاء الله كورس الإنجليزي.
فدول التلات حاجات يعتبر الخمس حاجات اللي انا عايز اعملهم في ال30 يوم دول. برضه تنظيم اليوم اهم حاجه عندي برضه في ال30 يوم، اني اصحى بدري وانظم يومي ويبقى يوم منظم. بس كده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. انا عارف اللي هو الفيديو ممكن يكون ملوش معنى بالنسبه لك، بس بالنسبه لي انا ما كنتش ممكن ما اكونش فدتكم بحاجه، بس بالنسبه لي اللي هو حاجه حلوه اني خدت خطوه مثلا كبدايه لرحله اتغير فيها ان شاء الله للافضل. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.